الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، اليوم نتكلم حول منهج الإسلام أو دستور الإسلام في حفظ أعراض الناس. كيف نحافظ؟ الجمعة الماضية قلنا افتراء على سيدة عائشة، ولكن اليوم نتكلم حول جميع هذه الآيات. ماذا يقول الإسلام؟ كيف هو المنهج الذي الله عز وجل حددها لنا؟ كيف سنحافظ على العرض؟ كيف نعاقب حتى كذلك الذي يمد لسانه وعينه إلى أعراض الناس؟ وكيف سنحفظ أعراضنا؟ على هذا المنهج سنتكلم آيات متفرقة إن شاء الله. قالوا برايد عزيز حفظت شوي تبي روا ما جو افتراق الحضرة عائشة هات كرن والحاصل شابو جا إيرو بخير أمي لسروان آيته كو رب عالم أمر متك أمي شوا ناموس أخ ببارزن افتراقي هات كرن أمي شوا وجواب أي بدن أمي شوا ليكولي ممكن تري تحقيق وبوليس بيشن يا محكمة يعني أمي شوا في دري هاني بقرن افتراقي وهات شيء بوجي أمي شوا بيا شارع سر بكن. قانون إسلامي شيء شون أدبين شريعة أذى يعني أنا جروبك المسلمان مجدر كتنا دبي أم شريعتنا خوازن ام قانون دید خوازن شریعت دستور خدای جبان ما قانونه کی دستور کی دانیت في حیاتنا آنه داده به اویا قانون من جبان تده هری تدیم قانون دولت هی جبان ترافیق جبان محکمه جبان پلیس جبان خانیت شتا خدای بيجا قانون مش مواجه كريا قانون کی من هي جرات گوتن شریعت دستور شرعي يعني ريا من جبان حياته وباشر السر او قانون هانه یک جوان قانون اجی اف دستور هانه السر پاراستنا شرف و ناموس انسانا جمهنه که انسان بلکه شرف و ناموس نمهیم به فقط انسان که شرف و ناموس نه حتی حیوان بخوشی وانا حیوانه که گاوا که کو نیر امید لگل هبن یکادیته ابي وانا شرط که یعنی مثلا چی گندین ازان کوچک سایانه یکاد ام کردیا خوش امیرات بجن دیل اوامه او یکی نیر که لگل هبن کوچک که دیته ابي شرط هبدو جن يعني وقت وانته حيوان عيني وساكنونه يعني اف مساله باراستنا ناموسه كو ظلامه كي دبجه افيا امن افيا دبجه افيا امن اهفن دتفكي مخلوق هذا انا نبا برازاتنا خنزير ادبياتنا لو ما عالم دبجن گوشت خنزير افيا كتخو ناموس اي نامينه ايدي تجربه كو ساكنو يعني با پير من كلام خدا رحمه الله كي گوته بيرامن امچوك بونه امين خدا رحمه الله مريه وتباكه دبي أبي صايك يعني براس أبا مي دبي جاري حبة كده هات بخراب ياخد كروت يعني عيش قاري حيوانات كرن شرطنا إيه برازة يعني ناموسنا يا سريشتر ناكن كوش مالها بخرات كرن تبي رامي بتشوك شرط كرن إلا هي وقتك روجا وان تي كوش كين بريندار دبني كين كات كشت صار حبة كده لك يعني أما أبي حيوان أبي برازة نوصل لي حيوان دي تبو ساكنون جونا قاعين بزوار بران وان دي كمريش كاو ساكنون أف سيستم هي يعني باراستنا ناموسه كو ظلامك كي بيجا افيا جمره يعني يكي نير بيجا امي جمره افيا خدي وها شي كريا اي برازه بتنتنا اجا دستوري اسلامي كمره چوا جنا خو جنا خلق جنا جيرانا بپاريزه شعب خو شعب وان اخلاقي وان مر بپاريزه اما انا السروي خبرت اولا الذي يقول على امراه بانها قد فعلت او على رجل بانه قد فعل نحن نسمي في الاسلام القذف تقذفه ترميه بشيء فالإسلام وضع حدا لهذا قال إذا أنت رميت شيء رجلا أو امرأة بتهمة الزنا أو علاقة الجنسية كما نسمي لابد أن يكون لديك شروط الشهود إذا لم يكن لديك شهود فأنت تعتبر مفتر سنعاقبك. يقول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذا العقوبة إذا لم يأتي بأربعة شهود. إذا لا يكفي شاهدين لا يكفي ثلاثة لابد أن يكون عندنا 4 شهود. هذا الشرط الأول لابد أن يكون لديك شهود حينما نقول الرجل الفلاني زنى والمرأة الفلانية زنت. الإسلام أولا يقول لابد أن يكون هناك شروط ومن أحد هذه الشروط 4 رجال أو شهود رجل وامرأة هكذا حتى نكمل العدد. إذا لم يكن لديك 4 من الشهداء يقال لهذا الرجل كذب وافتراء إنه قد افترى فعقوبته 80 جلدة نضربه 80 جلدة. طبعا خشب صغير ليس كبير هكذا حتى يقتل غايتنا ليس قتله غايتنا إهانته حتى يعلم بأنه قد ارتكب أمرا عظيما.
هذا أولا. الذي يرمي لابد من الشهود. الإسلام واضح، قال الذي يقول شيء فلا يحتاج إلى أن يثبت كلامه، والإثبات الكلام يكون ب4 شهداء ليس أقل. افتراء ام كرديت بيجن ببختي تيغوتن ببختي يعني افتراء كرن. ام جرى القراء زمان اسلام يجد بيجن قذف كلمه عربيه دافيجي تشتكي، يعني تشتكي دافيجي خبردان اكو مرض بيجا ظلامك جنكي وهكذا اوجي تيغوتن بزمان خو تشتكي دافي تشتكي معنوي نم مادي. يعني اجا خدا عز وجل دبي اوان كسي كنت بيجن جنكي ياجي ظلامكي، فقط افتراء لجنه daha گرانتره. يعني دبي اوی کداون جنکا کو ناموساوی پاراستیه، جنکی کو قد کس کی نبیه شاهد، جنکا بناموس بشرف اوی کو افتراء وی جنانت کن و شرط دانی اسلام کو وقتا کو شخص کی زنا کریه شرط جرا لازمه حتی کم خبردان تقبل بکن. شرط و چیه؟ رب العالمین بجا گره چهار حب شاهدش مرابینه شاهد جنه کما چهار حب هاتن گوتن مدید دید فلان کس زنا کریه نه ها دید نه. يعني ای حاکم وانکم که جاره بیکی را خبر ده، هر جاره یکی تیخ غرفه کی سوال بکه جله وان چه بو، شکل وان چه بو، کیل سرده بو، کید بنیده بو، حد چند روزه بو، چند شبه بو، رنگ غرفه چه بو، رنگ دوشک وان و هر حاصل اصلا سوال جوان بکه که نممکنه وانال سردره و ببن یک، یعنی نممکنه. اوقات تفصیلات سوال کی کس کی نزانه. ازلام بیجه حیرا حاکم پانتالون ازلام هبو تنبو جنب سرده بود بنیده بو حاشا صحت چند روزه بود چند شبه بود کیجا غرفه دا بود دقیقه ثانیه بثانیه هر تشتی جوان سوال که چما خدا جی گوتیه چهار حب شاهد، یعنی خدا اثبات زنای دا اوسا شرطه دانیه گوتیه اگر چهار حب بلکی دوت کارم ببین یک سه جبون یک اوی دره وهانه پر بلانه به و شرطی بمینه. ای ولای نورمال دنیای دا تو کسی که من ندیدی حتی انا کد نوا ملتت کلان دا دحب هبرا خرابیه بکن من نگشته مرحله هانه. يعني دد نیری راسته هف ماشت کن تش مشتاد کن فقط ام هجا نبونه شاهد کد دحب انسان دین و ایمان وان چد ببرابه چقا خراب برابه نوا کلان جعده دا نوا ملت دا اوتوپیز دا کس کی بی اخلاقی یعنی نکریه. يعني اسلام بجا او قصابیه المیدان نخن علنی نکن هر و شرطی بلن لإلا گاوک چه بو وقت اینکه وی تشتیانه کرد چهار حبون شاهد وی وقتشی امی جزا بدنه که فقط اوی که وی افتراهانه آبد وکا قابتن حضرتی عایشه چهار حب شاهد تننه سه حب درکتن ده حب ظلام و نه حضرتی عایشه یک جنکی و اوی چهارا کانه و خبردان آنجی نه یکه هر ایک جی که برنوانین اوی وقتی خدا گو فجلیدوهم 80 جلده و نه 8 داری الوانخن داره که اسلام بجایش داره سفک نه داره قالن ده ای پولیسانن. يعني وكا في قلم هاني او قص قدرش نجبون جانوان بشه ام كردي خود بين بوز يعني دفنه جبون شرم بك يعني جبون زان بچ قات تشتكي بيس كريه او اوياجي تشتي خديت بجه ام ناچند غرفه كي دل ناخ نوا ملته دال الميدان دا پیشام زگفته مثال ورا فلان كس تي افتراء كر محكمه قرار داد تا شاهد اناني روجا جمعيه 500 حب انسان در كتنه تبجوي ناس كن كيه ورا ابي انسان هاني افتراء في ظلام في جنانه كر شاهد يتنبون 8 حب دار عليه خير رق 8 جار عليه كي برات شرم بك فدي بك يعني جزاء ابا وداوي خدد ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا. هيدي شهاده يوانج قد قبول نكن الا الذين تابوا داوي خدد اگر توبه كير پوشمان بو كيدي چج اوروب شون دوان انسان چه بج ملت بج ودا كذاب دروچی کرده مبرد گوتن کذاب یعنی اوی کفر دروات کرد دروچی ودا هیدی چقا شرمه ها مرو جاره که درو بکه و جویب شون دا هر کوچ خبر دی کس کشته یقین نکه ودا دروا کریه ته افترا کریه انسان رذیل بیانه خدا گو بزان بین اون افترا ناموس ملت يكون او قصرحتنا ناموس تشتكي بقيمته ما دام ته افترا جنه كر وتشهدانان يا تظلمك كر اما حشتي حبدال تخن و اما اعلام بكن تدروجي خلاص هدي شهاده تقبل لكن حتى كتوبه بك. اذا ما فهمنا الذي يقول او يدعي او يرمي رجلا امراه بشيء من مثل هذا يحتاج الى ان يثبت 4 شهود. اذا لم يثبت 2 شهود نضربه 80 جلدة ضربة بسيطة حتى نؤدبه. الغاية ليس إعطاء الألم فقط أن يشعر بأنه قد ارتكب شيئا قبيحا
وعقوبة ثانية لا نقبل شهادته، خلاص هو يعتبر كذاب. إذا قال كلاما ما في المستقبل كلنا نقول بأنه قد كذب وارتكب شيئا لا نقبل شهادته، هذا إهانة كبيرة. ولكن إذا تاب وعاد إلى الله عز وجل وأصبحنا نشهد بأنه تائب وندم على فعلته، حينئذ يتوب الله عليه ونحن كذلك بعد ذلك نقبل شهادته. فكذلك الذين افتروا على سيدة عائشة لم يأتوا ب4 شهداء، فالإسلام أو الرسول صلى الله عليه وسلم جلدهم 80 جلدة وخلص وبعدين تابوا. لم يكونوا أناس سيئين، ولكن على غفلة من الأمر ارتكبوا هذا الخطأ فعاقبهم الإسلام في الدنيا، وإن شاء الله عز وجل قد غفر لهم. مثلا ما گوش حشته حبدار لوان تخی پشته حشته دارد شهادای وان خبردان وان قبولنا که هر دروچینه فقط توبه کرن او انسان ببین شاهد توبه وان چوا شهادوی تتماشا کرج او رو بشون دا پر دقت کن آگه دارن وی کلمش دا به وان در نای هیدی تشتکی تنها وی وقتانه بجد حیر الله و انسان توبه کر خدا عفوت کرد. وانه که افتراء حضرت عایشه کرنجی به شکل پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوارن شهاده وی چاراتنه و اما مدوی که انسان کتن و بی تشتیانه گو و شرف جنکی به قیمت کریانه جنکی کتبه که انسان بی وقت زانه جنک بشرف و بناموسه و ظلامی که افتراء بتنه اوج انسان که بشرف و بناموس و شهاده وی اشتنن ها وقت بجا بنیشت زانه چنه بنیش مرد کده بنیشت اوی تشتیان نه بنیشت ناموس ملت بنیشت نه واناج انسان محترم بنا اوی که کتن فی شاشیتی هانج مسلمانه نه منافق لو ما پیغمبر صلی الله علیه و سلم سر امر خدا حشته حبدار لوان خست لی توبان دی هات قبول کردن لورا زانو غلطی کی مازن کردن به شکل دفتر آن هات گرتن و رب عالم کد بجا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم دبی افنت تشتکی خراب و تشتکی باش بو ابي افتراهانه ابي بخوجي بو قانون جمرايدي ان فهمت كن ام چبكن مثلا قالك جارك بلا مصيبات كي ناي سري انسان نظانه چبكه تدي تئوري هي براتيك انا مع عربا داجون واتم قرت عربي دستين اي اجوتني تدشي بلكي نوا كان حتى دات اذ ناخذ دستين اهوايت تئوري فهم كيف فقط براتيك جوال داره باجو عربي كان حتى تباجو برو باجو بشف باجو ريادو ريا كان مالات باجار هذا تجربه هيتنا اگر کوفی افتراء ناتا کرن حضرت عائشه و پیغمبر جوها نصيحته في امتحانك وان آيات هانتنا بنا ما اوقصات تفصيلات دتايا فعم نذكر فقط خدای عالم عز وجل ابيا كربي وسيله هانه سروك ان مازند عالم اسلام دك پیغمبر افتراء لهات کرن او چوال مقابل في افتراء بدا وبستنا معامله خدای مرا دیار کر اما مالباتاوی جزای چوا ورد داینه به شکل بو قانون متوارایدی متوافهم که امیدی خو بپارزن افتراء کس که نکن زمان خو شرف های ناموس های امی آگهداری هف ببین ابیا نقطه کی مدالی. الامر الثاني ماذا يليق بالمسلم؟ الجمعة الماضية قلنا كلمتين ولكن ماذا يليق بالمسلم حينما تسمع مثل هذه الكلمات؟ الذي يرمي عقوبته الجلد ولكن الذي يسمع ما منهج الإسلام في تربيته. الله عز وجل يقول لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه ب4 شهداء هذا منهج آخر. أي إذن الله عز وجل يقول خلي بالكم أيها الناس وأيها الجماعة إذا سمعتم مثل هذه الكلمات في حق امرأة مؤمنة لا تمشوا وراء الكلام مباشرة اجعلوا نفسكم في مكانها أو في مكانه هل تقبلون ذلك عليكم أم لا؟ كما قلنا أبا أيوب الأنصاري قال لزوجته أكنت تفعلين هذا؟ هي قالت لا والله. هو قال والله عائشة أطهر منك وخير منك. كيف نقبل هذا على عائشة؟ هذا هو المنهج الإسلامي. الإسلام يقول حسن الظن قلب نقي حينما تسمع قل لا أصدق هذا الكلام لا أصدق. كان الله يقول كان المفروض أو الذي يليق بكم أن تفعلوا هكذا ولكن بعضكم لم يفعل هذا فأصبح درسا لنا جميعا. إذا سمعنا نقول لا خلي بالكم إذا لم يكن عندنا إثبات لا نحب أن نسمع حتى لا نحب أن نفكر في هذا الأمر. سد الباب من جميع الجهات يعني. خدا عز وجل نقطة دويا وقت خبردان وها بلاد بن فلان كس تشتكي وها كريا فكي أبيكو في خبردان بدأ بيخو ما فهم كلام ليخنك
اوی دنه در دوراوی واجب وان چیه یا جی وقت خبردن نو درد که گرم چی بکن خدا امر مد کرده به دما کو هات گوتن لائق و اوه هم بجن حاشا نا تشتكي وساكنو نممكنه يعني قال ابلا اقي وبا عيب اجوارهم بجن والله نورمال ما انسان نبلكي كربه لا حول ولا قوه الا بالله تسرخو قبولتك ناس سرخو قبولناكم تبو سر من قبولتك يعني تبو قبولتك مثلا ابو ايوب حفتا شي ما جوزمان جناوتي به ابو ايوب تشكي وها شي بيت يقين كناك ابو ايوب صحابي كي محترم ما زنه قبر وال اسطنبول جنا خرات بجا دبي ما تبي تشتكي وها بكي دبي نا إيه والله دبي عايشه تب شرفتره عايشه ما بكي يعني قد يقيناكم من ايش اخلاقك ما ظن فقط ايرو امنمو هنا ايرو يك ورا بجا فلان كس نه زنا دزيج كربه چه كربه والله ما ديار و چاويدا ديار بو او چاويدا ديار والله دزاويا نه خانه بو واتا دمشيا وا خوار دمشيا تشتكي كربو ايش قد يفترسه تشتكي ده فلان كس والله خبردان كنت واش افتراك يا بتوستيته مزانه بوها مزانه بو لورا چانو برد برمدا مشي او سلام ندامن او بلكي تنديتيه بلكي سريهيدشه بلكي جناوي المال نخوش كتيه بلكي دردك وي هي يعني تشوي كلمه مباشره حسن ظنتنا يعني رب العالمين بجا تشتك لا اقي ابو قرا وها بكره ابغى حاشا ابتشتي انا يعني ممكنه در حق هبدا تشتكي باكم بفكري انا ولكن مع الاسف او درساني او غلطياني شي بو رب العالمين ان شاء الله ندى دوباره كرين. طيب امر اخر الاسلام يقول كن محتاطا اي كن على احتياط حينما تسمع الاخبار يعني ليس كل ما تسمع تصدق. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما يسمع يكفي يعني كل ما الناس يقول كلام أنت تنقل إلى رجل آخر هذا يكفيك بأنك تعتبر من الكذابين وإن كان الكلام صحيحا فيها كذب. لماذا تنقل دائما الكلمات يعني؟ الله عز وجل يقول إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم واحد يقول واحد يسمع وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم ما في عندك علم فقط الناس يتكلموا وأنت تنقل هذا الكلام وتحسبونه هينا يعني أنت حينما تنقل هذا الكلام تقول هذا شيء بسيط يعني ليس بشيء كأنه شربة ماء أو الذي يدخن كأنه دخن مرة سيجارة يعني تعتبرون هكذا شيئا بسيطا ولكن في الحقيقة الله يقول وهو عند الله عظيم. الله لم يقل وهو شيء عظيم لو قال شيء عظيم لقلنا عظيم ولكن يقول عند الله فيسند العظمة إلى الله عز وجل. إذا شيء يكون عند الله عظيم فما بالك عقوبته. فالله يقول المفروض تكونوا على احتياط لا تسمعوا دائما وتنشروا الأخبار هذا لا يليق بكم. تشتي خديج مرات بجات تبي جراون خدي احتياط بن احتياط بتدبير بن هر خبردانك هاد قوتن وناس نبي تك 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 فلان كاس وها قوتيه عيب يعني حتى پیغمبر بجا صلى الله عليه وسلم هر خبردانك هاد قوته تهرج ملت ربيجي اشترات قوتن تدرواتكي بس بدروانش ترى يعني تقدروا بزانبون نكيجي لغورا قانون اسلامي والله تيغوتنا بي كابراي دروا كريت خبره بريلو خبره نراست دروي كي هاد كرن تجي بي دروي برداني لفر بوستاجي بوستالو بوست مالم فيجن يعني ساعي البريد عربي جراد فيجن افخو درو بس يعني كتيب بن تابوت دروا تابوت زانه چنه تابوت دروا چي دروا دبي پیغمبر دي وهانكن او خدا عز وجل دبيجا وقت كو هات گوتن دنگ هات وای چوجه کی دیراگو او وش خاط بجن تشتكي سفكر ده كتش بيا من تشتكي نغوتيه من تشتكي نغوتيه ها من غوتيه فلان كاس في خرابيه كريه ربي عالم بلا تحسبونه هينا جمره رحت بيا وهو عند الله عظيم لجام خدا فرمز نبيا حتى عالم بجن خدا غوتي عز وجل كما خدا بجا وهو عند الله الجام خدا كبوتا شيء عظيم يا مازنه بلكي ابوتا يا جمره مازنه خدا انا مازنه خدا بيا يا جمره برتشتكي مازنه ها يعني الجمن گناهي پر زيده دما كنتشتكي بالي خدا و ورس سبارتن ام بين اسناد يعني بالي خدا و هات قلابتن او جخ باري وتشتكي پر مازنه لما خدا بجا ولولا إذ سمعتموه قلتم ما لنا ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم.
يعظكم الله وان تعودوا لمثله. خدا بجد تشتك هات قوتن دمك بي خبردن هات قوتن بوت نا 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 او چه درو كم مازنه بهتان كم مازنه بهتان معنى افتراء درو تشتكي مازنه بسكنن في تشتهانه نبجن قالوا وها بكرانه قالوا بقانون نظام مسلمان هذا اما مع الاسف ونقلك دزانن خصوصا دناوا كردادا وعرب جوا كمان بلكي ملت دي جوا كمان هبه قالك كاتش بسبب وان خبردان درو هاتنه كشتن جن هاتنه کشتی اولا به اخلاقی کریه ولو شهاده وهنه شهاده ته وی جنانه 24 حب شهدانه قالك جن قالك كچ هاتنه کشتن مخابن دناوا ملت اداجي دبي شرف اخو باكر چه شرفه بیا ظلم وقبحتك قالك مازنه شخصك بريء هذا فرض بكم كچه چو زنا كر فرض بكم جزای كچه كان زوجان دي زنا بك جزای نکشتن حيره شو محكمه اسلاميه كهبه شاهد و اثبات و هلا داوی حشته حبدارا لتخنه که او قصا کشتن نه اما مع الاسف حاشا مخکریه جی خودی هم قرار دادن قال لك کچ قال لك جن قال لك مالبات بوان دروی هانی به افترا هنک انسان حیاته وان رش بیه هاتنه کشتن خصوصا نوا کرد مدش قال لك وحشیت اوسا چه دبن چیه مثلا ناموس مکچ خو کشتیه استیه و تبا بش که ظلام تف چه خرابیت کن به اخلاقیت کن نورماله کچکی بلکی کچکی نکر بجی یا جیب زوره پیراهات بکرن یا کرو توبه کر وقتی حضرت عمر دا بیاش برا بیجم کردی ما بلا وقتی از گاب کردی بشکی دریج بکم ظلام کیتر دبی یا امیر المؤمن وقتی عمر خلیفه خود جرات دبی بله دبی کچامن خرابی کی کربو داوی توبه کر داوی فدی کر دست خو قلاشت برای آن عدد ورد قلشن خوین زیادت انسان دمره یعنی خواست خو بگجه خو انتحار بکجوی فدیه هانه ور حاصل ام گیش نیکی می خلاص کرد و الحمدلله انا توبه کریه توبه کرد خدای خود ترسه یک آتیه و کچامت خوازه یکی نو هات نه پشت بجن چند سال 2 سال 3 سال 4 سال آتیت خوازه از کچا خو بدم اجرا بجم کچام وی خرابیه هانه کریه آن نکریه حضرت عمر دین دبا او چاوی تعرید بن والله كنت بجد بازل تخم ازل تخم تفيد تشتانه بجاز بدار تخم تي اوجك تي افترال في كاتشانه كي كاتشه توبك خلاص دفتري هات قرتن تهري بيجي في كاتشانه وها كري ازل تخم تبوك جم يعني عمره ولا حاشا حضرت عمر انسان كي خراب نبو خليفه پیغمبر وعليه الصلاه والسلام دبيت هري بيجي في كاتشه وها كري ازل مال تخراكم ظلام بينا يدرت دبي الحمد لله رب العالمين متكرم مال خراكرا من بقولها كاتشام وها كري وكاتشه توبه شكر توبه كر وعيبه كما كرده هي قطعت زوجا تدي پردا بکارت اجرات بجن بکارت بکار وقتی نتکش نزوجان دینا پردا کواند رحمه وانده هیه بلکه بی که چانه نخوش کتیه بلاکی که تشتکیاتیه سریوی لدبه و شب عوله وانا زوجن نظام چه خوی نکی ندید و بلکه لایه وکی مانی پیرا هبه بلکه بی که چش خون نخوش به مصیبت کیات بسه او پردانه بلکه مصیبت که چه بیا کتیه نخوش کتیه تشتکی او پردانه چیه چه وعولت خوینه ندی نه مادام ندم هر وی کچانه بگشن خود اول حاصل وحشیتك مازن نوا ملت مده رب عالم اجبی آدم بفارزه هی بیدار انسان بدنگ مهروان جین که خدای خو بترسن خو نکن جی خدا و پیغمبر خدا فتوا ندن قرار ندن حکم ندن حیات خدا دای یعنی اسلام بجت یکی بغلطی عفو بکی چترک تو یکی بغلطی بگشی یعنی هزار حب انسان بغلطی بشاشتی عفو بکه نکت یک انسان کی بشاشتی بگشی تیکش داوی درکت کو بی انسان بریئتن کاری حیاته بدی چون خلاص مر فقط هزار حب انسان تبشاشتی وان عفو بکی تبجی ببرن والله ما غلطی کرد و محکمه جنو داوت به محکمه زرارتنه اما تبشاشتی دستی وجکر تبشاشتی ویکشت شو خلاص هدی او انسان ناظر يعني ابي قانون اسلامي. امر اخر الله عز وجل يحذر يقول اعلموا هناك اشخاص يحب ان ينشروا الفساد بينكم هناك اشخاص باسم المسلمين او ليسوا من المسلمين حينما يتكلم الانسان يشك في زوجته كذلك المرأة الفلانية هكذا البنت الفلانية هكذا الرجل الفلاني هكذا هناك اناس لا يخافون الله ينشرون دائما مثل هذه الاخبار فالله عز وجل لذلك يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب في الدنيا والآخرة
في الدنيا والآخرة. الله عز وجل سيعذبهم في الدنيا بالرجم ولهكذا، وفي الآخرة عذاب شديد ينتظرهم. هناك أناس فعلينا أن نطفي الأخبار، إذا سمعنا بشيء نطفي، فلنعلم هناك من يساعد الشيطان ويمشي في طريقه ينشر الأخبار، المرأة الفلانية هكذا، رأيت الرجل الفلاني عند فلان، المرأة الفلانية هكذا هكذا. نشك في جميع أنفسنا، أحيانا واحد يشك في نفسه، أنا كذلك زنيت، المرأة زوجتي عملت هكذا. هناك جنود للشيطان، فالله عز وجل يحذر يقول الذي يعمل فليعلم عذاب شديد ينتظره، وكونوا على حذر، لا تفعلوا، لا تنشروا الأخبار، لا تنشروا، اطفئوها. فنرجو الله عز وجل أن لا يجعلنا من الذين ينشرون الأخبار السيئة إن شاء الله. قان دستور أكيد خديت بجا بزهان بين هناك إنسان هنا عسكري شيطان، وظيفة وان بناموسيد نوا ملته ده بلابكن، وظيفة وان أبا يعني كارو خباطة وانتنا تين فر خبرنا خيره جنا فلانكات شو بفركتش فلانكات وهاكين وكن أفزلام يعني وهاكر. زمانه كي راديونا بي بي سي هبو بي بي سي أخبارات قوم عيني بي بي سي أخبارات توبتك الكو دروبة ندروبة كومت كبلاتك خدات بيجي أبيك وهاتكن دخوازن مسلمان بخو بكيفن شبهه يعني قالك جارة إنسان وها خبرته يقين بك مرة قالك وهداريهم كوانا دا سكناندن إنسان دخو جنا خدت كيف شبهه يعني جنا فلان كس وها كتا فلان كس وها بابي فلان كس دايكا واخ مرة زان دك أم تفكي حاشا بنا بناموس حاشا شو هذا بترسل خدات بجوان إنسان كنت خوازن بأخلاقي نوا مسلمان دا بلا بكن دبي خدات بجا عذابك مازم الدنيا دا جذب دمون جهنم دا جذب دمون ما لو آخرك من هر دنيا داش برابيا زانبن يعني تشتكي خدات بيا قبول ناكه هاي بجوارا بتشتاني وبلاتكن أما مع الأسف هيك إنسان وان تشتاني تكن كد ناكه بن فرقه. لذلك الله عز وجل يحذر يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان، مثل هذه الأمور يأتي من الشيطان وأعوانه. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر إلى آخر الآية. أي كونوا على حذر الذي ينشر الأخبار مثل هذه، فاعلموا بأنه صديق للشيطان وإنه إنسان أو شيطان في شكل الإنسان، اعلموا هذا فلا تسيروا في طريقهم. شيطان وظيفته أن يضلنا فكونوا على حذر من أمره. خدي لو مجمرات بجا قالوا إنسان أبيك بتشتيانات كن أو دريا شيطان جناقه داري خبين عسكري شيطان إنسان أبجوانا صاكيب شيطان شكل مدانة يعني شيطان شكل هاني دانة ربي عالمي بجال دوان نتشن شيطان وظيفه بأخلاقي وخرابية بلابك أمان آقه دار بن بتشتيانات نكن. أمر آخر ما حصل في مسألة سيدة عائشة رضي الله عنها، العفو والمسامحة لمن ارتكب جريمة أو خطأ وتاب إلى الله. ما في الأمر أحد الذين افتروا على سيدة عائشة كان قريب لسيدنا أبو بكر، وأبو بكر كان ينفق عليه، اسمه مصطح هذا، وكان مسكين فقير. فحينما أصبح آلة للافتراء على سيدة عائشة أبو بكر قال لا نساعده مرة أخرى، أنت افتريت على بنتي، فقطع المساعدة عنه. فالله عز وجل نبهه قال لا هذا لا يليق، هو تابع إلى الله وأنت عليك أن تنفق عليه، ألا تحب أن يغفر الله لك؟ فأنت كمان اغفر له. ولا يأتدي أي لا يبتنع أولي الفضل أي صاحب المال منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فحينما سمع أبا بكر قال بلى أحب أن يغفر الله لي قد غفرت له، فأصبح يعينه مرة أخرى. تشتك هي لسري مسألة جانا إنسانك غلطيت كدروات كدر حكم داد خطايا چه ناموس را چه مسئله کاتی داوی توبه کرد پشمان بو. عادته که با کردای هم خواهی عناد ندبی حتی که عرض و عسمان نبا یکجی قاطر زان چنه قاطر نازلو دبی حتی قاطر تشکه که بینه از هیجا عفو کن یا قاطرش ناینه مستحیله يعني عفو بکن ربي عالم دبی یکی و غلطی که داوی توبه کرد عفو بکن و عفو کن برا جمعه هبه. اب آیت چه ماهات یک جوان شخصی که افتراء حضرت عایشه کرد اقربای ابو بکر بود فقیر بود ابو بکر پرد دای کرد صدقه رو خرید کرد ابو بکر داوی عاجز بگو والله تا افتراء که هم کریج انا پیدا تبمرج از فرنادو تایدی او قصا قنجیه ملتک تفدی نکر تا افتراء که هم کرد جناب پیغمبره رب العالمین خود قبول نکر فقیر و غلطی که کرد شاشی که توبه کرد شاشیتی بشاشیتی نای راست کردن
رب العالمین گو اوان خودی پراوی و زنگی بونو آلیکاریا فقیرات کرد برا بردوام بکن ها بدن وان عفو بکنون جی ما قیو ناخوازن خودی جو عفو بکه آیت چواج ابو بکر هات گو قیت ناخوازی خودی عفو بکه دبی ابو بکر گو بره والله تخوازم خودی من عفو بکه چوا ناخواز هدف من عفو کرنا خودیه آیا ربی حتی کو از ببینو از آلیکاریا بی انسان آنه بکم تبقى خدای اجت عفو بك انا بي قانون خدای عفو كرن ابا جرد نابا مدى اجا مع الاسف ام هذا عفونا كان حتى مرني عفو كرن جمانينا عفو كرن صفتك صفات خدای عفو كريم تحب العفو ام كما عفونا كان او جي عيبه ما لازم ام قانون عفو كرن نابا خدا بلا بكن هب عفو بكن گردن هب آزاد بكن دلي يقول هب فرا بكن بجن طعام حيله تشتكي نابه رب العالم يجي متى عفو بك اوان چند آیت هانه مخوان لسر افترا و ناموس و پاراستن انشاءالله بن قانون و دستور جمرا امی آگاهدار خود بن وانا بلا بکن عائله خدا زاروک خدا جوات خدا یک اکتر سی وانا شاشتی وانا کرج بقرقای گرم بگرم سه ناموس ملت بلاش نه یکل جماعه کلمه کی گو بقرقای گرن اش دبیخ بنک از ناخوازم یک گوداری بکم ام گره لهمبر دی به اخلاقی کی حرکت کی بکن حتی بشکی سلامتی چه به وكذي قالك ناموس إنسان وشرف إنسان كتيب بيا رب العالمين ما تبقى بباريزة إن شاء الله إلى أن نلتقي في الجمعة القادمة ابقوا في حفظ الله ورعايته نرجو الله أن يحفظ أعراضنا وأعراضكم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.